السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ظهور البوسترات الدعائية لمسلسل سوق كنتو المقرر عرضه في رمضان 2023 وظهور معظم الفنانين على بوسترات المسلسل، الناس بتقول ان البوسترات دي كلها متاخدة من مسلسل بيكي بليندرز اللي اتعرض أول مرة كان 13 سبتمبر 2013. بعض الناس كمان أكدت ان المسلسل ده كمان بسبب الحقبة الزمنية وكل التفاصيل دي هنشوف مسلسل مدبلج باللغة العربية. بس يا ريت قبل ما تشوف الكلام ده صح ولا غلط تدعمنا باللايك، ولو انت اول مره تشوفنا في القناه تدعمنا بالسبسكرايب عشان نوصل لاكبر عدد من الجمهور. بسبب الصوره اللي ظهر بيها امير قرار في البوستر مسلسل سوق كنتو عموما لسه معروض من يومين، الناس كلها شبهتها بالبوستر اللي ظهر بيه كليم مورفي او توماس تشالبا في مسلسل بيكي بليندرز. الناس كلها لاحظت كده نفس البدله تقريبا، حتى الطاقيه نفس اللون ونفس الشكل، وكمان مصدر التدخين الموجود بين الصورتين. قبل لسه ما اقول لكم رايي وهل في تشابه بين قصتين المسلسل ولا لا، عايز افكركم مسلسل بيكي بلندر كان بدايته بدأ ازاي اصلا من البدايه. مسلسل بيكي بلندر كان بادئ بقصه توماس شيلبي، يعتبر كان جندي كبير جدا في الجيش الانجليزي ايام حرب العالميه الاولى. بعد الحرب العالميه الاولى تحول لاخطر زعيم عصابه في مدينه برمنجهام الانجليزيه، وفاكرين طبعا العصابه بتاعته كان كلها من عيلته عيله شلبي. كمان الراجل ده كان قصه المسلسل ده كانت بتدور على اربع حاجات: قصه السلاح والحرب وكمان البيزنس في نفس الوقت، وكمان قصة الحب مع كلين ميلر في الموجودة. ده كان قصة مسلسل بيكي بلندرز. المسلسل بيتكلم عن شخصية تاريخية كانت بتناضل الإنجليز أثناء احتلالها لمصر، وهي شخصية طاهر الحسيني، الشاب البسيط اللي رفض فكرة وجود الإنجليز على الأراضي المصرية. الشاب ده بسبب الاضطهاد اللي بيتعرض ليه من الإنجليز اضطر إنه يشتغل سريح أو بائع في سوق الكانتو اللي بيبيع فيه ملابس مستعملة. بس تواجده كان في السوق الكانتو برضه كانش غير خالص ليه، ده كان دايما يتعرض لمواقف وخناقات مع تجار السوق، ومنها برضه اتعرض لخناقه مرة دخل على اثرها المستشفى. وكان هنا بقى نقطة التحول، هنا تحول الراجل لنقطة بلطجي، الراجل بقى يفرض اتوات على التجار، وكمان بدأ يكون عصابة في السوق. وكمان بدأ يحب شخصية البنسيون أو الست بتاعت العاملة بتاعت البنسيون اللي هي شخصية راوية. لو جيتوا بصيتوا كده على احداث القصتين هنلاقيها متشابهه تماما، هنا بيكون لنا عصابه وهنا بيكون لنا عصابه. بس عصابه امير قرار هتكون مكونه من مي عز الدين على فكره في القصه ديت، شخصيه راويه اللي هي عامله البونسيون، وكمان الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان احمد توهابي هيكون ليه دور كبير جدا في العصابه، بالاضافه لوجود الفنان كبير عباس مخيون هيبقى في المسلسل ده، والفنانه شيرين، والفنان محمود البزاوي اللي عاده هيكون هو الهيل او شخصيه كمان ايه فتحي، او الفنان ضياء عبد الخالق اللي ما بيظهرش كل الادوار بتاعته كلها شر في كل المسلسلات اللي بيظهر فيها. الحاجه بقى اللي مخليها الواحد متفائل في المسلسل ديت هي تواجد مخرج بحجم حسين المنباوي خلف الكاميرات. المخرج ده يا جماعه شاطر جدا، موهوب في نفس الوقت، بيقدر يقدم حاجه جديده في الممثل اللي قدامه. كمان لو جيتوا بصيتوا كده هو معظم الاعمال بتاعته هو بيعتمد على البطوله الجماعيه اكتر من البطوله بتعتمد على النجم الواحد. لو بصيتوا برضو كده على ممكن يرجع هيبته او امير كرارة ولا لا، وهيقدر يقدم امير كرارة من جديد. ممكن يرجع هيبته زي ما كان موجوده في كلبش ويختار واحد كمان. كمان لو بصيتوا كده على المعامل التاريخيه اللي كان بيقدمها شفناه في اعمال تاريخيه جديده جدا. شفناه مثلا بالصوره بتاعته والحقبه اللي كان بيهتم بيها، زي ما شفنا كده يعني هو اللي قدم لنا مثلا مسلسل جزيره غمام لعايقه واحمد امين، ومسلسل الفتوه لياسر جلال، وكمان كان فيلم عمهم السنه اللي فاتت في موسم العيد الاضحى لمحمد امام. بالنسبة للناس المتخوفة إن أمير كرارة ما يقدرش يقدم راجل شعبي أو راجل بيضرب عصابات زي النجم أحمد زكي كده كان بيعملها في أعماله، أو النجم نور الشريف ما كان بيعملها في مسلسل جلبان عيش في جلباب أبي، لا، الراجل كان بيعمل الأعمال الشعبية دي على فكرة من قبل كلبش كمان. كان يعني راجل كده كنا بنشوفه مسلسل حواري بوخارست بسبب بوخارست كان بيقدم راجل شعبي كبير جدا. وشفناه برضه مسلسل طرف تالت بشخصية ميم الرايق في المسلسل ده، وكان مسلسل ناجح على فكرة. التحدي الصعب يواجه امير كرارة في المسلسل ده ان اخر عملين قدمهم ما نجحوش جماهيريا. يعني شفناه كده الاعمال اللي قدمها اخر عملين لما هنلاقي الورق ما كانش مستلم قوي، او حتى المخرجين اللي كان شغال معاهم ما كانش امناء عليه. كمان ان هو فكره ان هو يقدم شخصيه وطنيه ويحارب خلايا ارهابيه في المسلسل العادون ما قدمتوش اي جديد. شخصيه حتى عساف الغريب احمد السقا ما برضه ما فيش اي برضه فدوى، كان بيفكرنا حتى بالاندرتيكر. حتى لو جيتوا بصيتوا كده لاحظتوا هتلاقي شخصية الأندرتيكر والملابس السوداء والتبريئة هي نفس الحاجات اللي بيعملها الأندرتيكر. كمان يا جماعة شخصية أحمد المنسي هي صعبت الأمور على أمير كرارة. هي مع الأسف الشديد هو قدم شخصية جميلة جدا وقدمها ونجح،
بس هي عوقته فنيا. اي فنان كان بيتمنى الشخصيه دي كانت توصل له. كان المفروض يعمل زي النجم محمود عبد العزيز كده لما قدم شخصيه رأفت الهجان. قعد في البيت يجي 8 سنين ولا 9 سنين عشان يقدم شخصيه محمود المصري. كان المفروض احمد امير كرارة كان ياخد بالنصيحه ديت ويقدم عمل اقوى بعد الاختيار واحد. ده يا جماعه كانت دردشه بسيطه عن المسلسل سو كنت، وكان البوستر اللي ظهر. وكان يبقى يعتبر كده يعني ايه، كنا بنحاول كده نجيب الامور ونسلكها مع بعض. ده كان كل ده كان اللي عندي النهارده. مع تحياتي لكم كلكم، هادي احمد.